بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد صلاة وقوة ومدد تحمي بها الروح والجسد ولا يقدر بها علينا أحد، وتحفظ بها الأهل والولد، وتعيذنا بها من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. اللهم أمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين. مساء الخير أو صباح الخير والسعادة والهنا والرضا على كل حبايبي ومتابعيني اللي شرفوني في قناتي واللي لسه كمان هيشرفوني. أهلا بكم في فيديو جديد. قبل ما ابدا الفيديو بفكركم دايما بالاشتراك في قناتي على اليوتيوب وتفعلوا الجرس الكل عشان كل ما انزل حاجه جديده يوصل لكم بها اشعار جديده على خير ان شاء الله. النهارده هنعمل مع بعض طبق روعه، بقول لكوش على طعمه وقوامه وريحته رهيب. يلا نعمل مع بعض الحمص المطبوخ. هتقولوا لي ازاي؟ تعالوا اقول لكم ازاي. هنقول مكوناتنا على بركه الله. عندي هنا كميه الحمص اللي انا هستخدمها، كوبايه من الحمص نقعتها وسلقتها بالشكل ده. عايزه تزودي الكميه او كل المكونات اللي معايا زودي براحتك، مفيش اي مشكله خالص. عندي هنا 3 معالق كبار من الدقيق، كوبايه من الشوربه ممكن تستعوضي عنها بمكعب او بميه مغليه، مفيش اي مشكله خالص. عندي هنا معلقتين من بصل مبشور، فصين من الثوم مدقوقين بجنزبيل. عندي هنا فلفل احمر واخضر مع بعض، قرن صغير كده ممكن تقطعيه من الفلفل الحامي، ده اختياري طبعا. عندي هنا عروق بصل متقطعه بالشكل ده. عندي علبه من الزبادي. عندي هنا المكونات بتاعتي من التوابل: ملح، كمون، وكزبره، توابل مشكله، مكعب من الشوربه، وجنزبيل. دي كل مكوناتي. يلا بينا مع بعض عشان نشوف احنا هنعمل الوصفه الجميله دي ازاي. يلا بينا. صلوا على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. كل اخواتي وحبايبي، الماده الدهنيه اللي احنا هنستخدمها، هننزل هنا ببصل، وهنزل بفص الثوم على طول، مش هستنى عليه شويه. بس كل اخواتي وحبايبي، عايزه اقول لكم على حاجه. ده كان الدقيق ده انا ممكن استخدم بطاطايه مسلوقه وهرسها واحطها مكان الدقيق اللي انا هوريه لحضراتكم لما اجي اعمل الوصفه. في المرحله دي البصله معايا اتشدت شويه كده، يعني اتحمرت حبه. ننزل هنا بالفلفل، وننزل على الفلفل بالتوابل عشان تدينا الريحه الحلوه. بصوا، مش كل الحاجات اللي احنا بنحط التوابل فيها في الاول، بعض الاكلات اللي بنضيف فيها التوابل في الاول عشان تدينا نكهه الحاجه او نكهه الطبق اللي احنا هنعمله بعد كده. لكن في اكلات تانية احنا بنفضل نحط التوابل فيها في الاخر. كل اخواتي وحبايبي، كل حاجه هنا اتدبلت. هنزل هنا بالدقيق زي ما قلت لكم. انا مكان الدقيق ممكن استعوض عنه ببطاطايه مسلوقه، بس انا ما جربت الطريقه دي لقيتها احلى. هنحمر بس الدقيق تحميره خفيفه كده. زي ما قلت لك، ما عندكيش شوربه استخدمي ميه مغليه، استخدمي مكعب شوربه، تريحك اعملي. كل الحاجات دي يا حبيبه قلبي المطبخ اختاري فيه اللي انت عايزاه، مفيش حاجه، كلها مش اجباري كل حاجه يعني، بس في وصفات معينه بس بنستخدم فيها حاجات اجباريه عشان تطلع الوصفه تمام كده. تمام خلاص. بصوا بقى، هنا هنزل بالشوربه، هقلبها لغايه ما تدوب كده معايا. انا عندي كميه شوربه تاني هضيفها برضو. كده هنزل بالكوبايه التانيه من الشوربه. في المرحله دي كمان هنضيف الزبادي كده. كل حاجه دابت بالشكل ده. في المرحله دي احنا هنضيف الزبادي. ممكن تضيفي كميه اكبر من كده لو حابه، ممكن تضيفي علبتين كمان. زي ما قلت لك المقدار على حسب عدد اسرتك. هسيب المقدار ده يغلي شويه ونرجع نكمل الفيديو مع بعض. انا كده المكونات بتاعتي اندمجت مع بعضيها وغلت بالشكل ده. الطعم والريحه اقسم بالله روعه روعه. جربوها هتعجبكم كتير قوي 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 كمان. بصوا، في المرحله دي انا هضيف الحمص. زي ما قلنا الحمص مسلوق. كل اخواتي وحبايبي، رجعت لكم بعد المكونات بتاعتي كلها ما اندمجت مع الحمص. الريحه يا خبر ابيض على الجمال، حكايه. والطعم والله العظيم روعه روعه. جربوا الطريقه دي هتعجبكم كتير. بص هنا بقى هننزل كده كل الحاجات دي ونقلبها كده. خلاص
هنيجي نقدمه مع بعض ونشوف الجمال والطعامة بتاعة الطبق الجميل ده. اوعي ما تجربوهوش من جمال. احنا كده وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. شايفين طبق الحمص المطبوخ؟ روعة روعة، جربوه هيعجبكم كتير. شايفين الجمال؟ بصوا، تغمسوه بالعيش، ممكن تحطوه على رز، تحطوه على مكرونة. الصراحة الطعم رهيب. لو عجبكم الفيديو، عجبتكم الطريقة، لايك للفيديو، اشتراك في القناة، فعلوا جرس الكل عشان يوصلكم مني كل جديد. ألف هنا وشفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.